السلام عليكم البنات الميمات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في صحه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في القناه ديالي. في هذا الفيديو غادي نحضروا مع بعضياتنا جديد المسمن، طريقه اللي هي سهله بزاف وغادي تعجبكم وكثير شي المعيكيزات، لانني جبت لهم واحد الطريقه سهله بدون دلك ولا تعب ولا مجهود. يعني ما بقى عندهم حتى شي سبب اللي غادي يخليهم يعكزوا على المسمن او الملوي. كيجي خفيف محلول ومورق من الداخل، مقرمش ومحمر من برا. انا متاكده خواتاتي الا جربتوه بنفس الطريقه غادي يولي هو المعتمد عندكم. ندوزو للطريقه والمكونات. خديت هنا قصريه درت فيها زلافه ديال القمح بدون نخاله، يعني غربلته في داك الغربال الرقيق بزاف حتى هبط ليا غير المسحوق ديال القمح صافي بوحدو. من بعد زدت عليه 3 ديال الزليف ديال الفورص بنفس القياس، معلقه ديال العسل باش يجينا هذا المسمن محمر من برا ورطب وهشيش من الداخل، الملح على حسب الذوق والماء دافي باش غادي نجمع العجينه. وكيف ما كتشوفوا الطريقه اللي كنجمع بها، كنجمع وكنتسنى عليه حتى ما كيبقاش القطره ديال الماء، عاد كنضيف بشويه بشويه. راه واخا تكونوا عابرين القياس اللي غادي يكفيكم ديال الماء وكبيتوه دفعه واحده، راه كاين المره الطحين كيشرب وكاين المره ما كيشربش، تقدروا تجريوه بزاف او تقصحوا العجينه بزاف. صافي كنجمع بهذه الطريقه هذه. المهم تكبوا الماء بشويه بشويه، عينكم ميزانكم. والعجينه ما خاصهاش تكون قاصحه بزاف وثقيله، وثاني ما خاصهاش تكون رطبه بزاف وتلصق في اليدين. صافي هنا من بعد ما غادي نجمع العجينه غادي ندلكها واحد 30 ثانيه 45 ثانيه، المهم دقيقه ولا ما كاملاش، غير بين ما تاكدنا باللي دوك المكونات كلها تخلطات مع بعضياتها. صافي وغادي نحبسوا، ما بقيناش كندلكوا العجينه بحال زمان. ولينا كنديروا هاد الطريقه اللي غادي نشارك معكم الحمد لله. ما بقيناش كنتمحنوا بزاف بحال زمان، دلك يا ما دلك وعاد شوف امك واش غيعجبها ولا جداتك ولا لا. كنا تماحنوا بصراحه البنات. كلشي الحمد لله دابا ولا ساهل، ولاو بزاف ديال الطرق. هانتوما شفتوا معايا العجينه راها ما مدلوكه ما حتى شي حاجه من المنظر ديالها او من الشوفه ديالها. صافي هنا غادي ندهنها بالزيت، وكيف ما شفتوا القوام اللي خاصها تكون فيه راه باين، ما جارياش وما قاصحاش. درتها في هاد البلاستيكه وغادي نزمط عليها، ما يبقاش يدخل ليها الهواء، نخليها 30 ثانيه ولا 35. هذه هي الطريقه اللي قلت لكم ولينا كندلكوا بها العجينه، اما خبز او ملوي. صافي هنا من بعد ما دازت ديك 30 دقيقه غادي ندير العجينه ونجيبها. انا درتها في واحد البلاستيكه كان فيها الباريزيان ولقيت فيها شي فريزات صغار، داكشي علاش كنحيد لي يبان لكم سحبوا شي حاجه. المهم كنديو العجينه ونجيبوها 3 ديال المرات ولا 4 باش تزيد تكمل الدليك ديالها. من بعد كنغطيها ونخليها تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. هانتوما كتشوفوا العجينه كيفاش كانت وكيفاش ولات، وحنا راه ما دلكناها ما تمحلنا معها، دلكات راسها براسها. هنا غادي ندهن يدي بالزيت وغادي نشكل منها كويرات متوسطين. نتوما الحجم اللي بغيتو ديروه. انا غادي النهار غادي نديرهم متوسطين شويه، مع جايين عندي صحابات بنتي وغادي نقدم لهم هذاك الشيء في الطبيصيل، خاصهم يكونوا مكبارينش بزاف. المهم نتوما القياس اللي بغيتو. دابا غادي ندوز باش نحضر الخلطه اللي غنورق بها هذا المسمن. خديت هنا الزلافه اللي كان شايط ليا فيها شويه من الملول اللي فات، ضفت عليهم كاس مع مرش ديال الزيت النباتيه او اكثر من نص كاس، شويه نص كاس ما كاملش ديال الفينو، ومعلقه ديال الزبده كبيره ذوبتها وخلطتها بهذا الخلاط اليدوي. نتوما اي حاجه متوفره عندكم، مثلا كامولينيكس ديال العصير او اي حاجه خلطوا بها. دابا غادي ندوزو باش تشوفوا الطريقه اللي غادي نحضروا بها المسمن هذا النهار. كناخذوا جوج ديال الكويرات كنطلقوهم بهذه الطريقه مزيان حتى كيولينا يبان لينا الرخام من العجينه. كنحاول انا دائما ندير العجينه على شكل مربع او مستطيل، ماشي ضروري خاصو يكون 100%، المهم حاولوا. من بعد كندهن بالخلطه وكنرش بشويه ديال الفينو وكنطوي على شكل مسمنه عاديه. صافي نحيدوا الاولى وناخذوا الكويره الثانيه غادي نطلقوها بنفس الطريقه. وحاولوا البنات
تقرصوا الجناب وتقرصوا من الوسط. كاين بعض البنات اللي كيخليو الجناب غلاظ ما كيصدقش الملوي، كيجي ملغدد ومدقص. صافي هنا كنبقى نقرص بنفس الطريقه حتى كيولي بان ليا من نهار الرخام، وكنديرها على شكل مربع او مستطيل باش يجيونا الجناب بحال الوسط. اما الا درتو على شكل دائره كيجي الوسط بحال غليظ شويه. كندهنو بديك الخلطه وكنرش بالفينو او السميده الرقيقه اللي متوفر. كنطوي المره الاولى وكنعاود ندهن بالخلطه باش ما تلصقش العجينه على بعضياتها. من بعد كناخذ ديك العجينه اللي حضرنا في الاول وكنحطوها كما شفتوا في الوسط. كنطوي عليها المره الاولى وندهن ونعاود نطوي عليها المره الثانيه. كما شفتوا معايا راه بزاف ديال التوراق. هاد التوراق اللي كتير هو اللي كيخلي لنا المسمنه او الملويه تجينا مورقه الورقه على اختها بحال شي كتاب. بنفس الطريقه غادي نعاود معكم مسمنه اخرى باش البنات المبتدئات يشوفوا مزيان مزيان وينوضوا يحضروه. واللي اول مره كتشوف القناه ديالي وعجبها المحتوى ما تبخلش عليا بالاشتراك وتفعل زر الجرس وتدير لي واحد اللايك. الله يجازيكم بخير باش القناه يقترحها اليوتيوب على ناس مازال ما واصلهمش وتعم الفائده. كما شفتوا القناه ديالي راه يلاه باديه ومحتاجه الدعم ديالكم الا جات على خاطركم بطبيعه الحال. كل شيء على الخاطر. صافي هنا من بعد ما قاديت الرغيفه الاولى او العجينه الاولى غادي نرقق الكويره الثانيه بنفس الطريقه وكندهن بالخلطه. في كل طاويه البنات خاصكم تدهنوا، الا ما دهنتوش راه كتلصق العجينه على بعضياتها وتوليو بحال الا دايرين غير الخبز او البطبوط. صافي كنطوي وكنحط ديك العجينه اللي قاديت في الاول كنطوي عليها. شوفوا البنات شحال من طاويه طوينا وشوفوا المسمنه شحال كتبان مورقه. انا راه ما حطيتش لكم لا بدايه ديال المسمن او آه المسمن كيفاش الاخر ديالو او الشكل النهائي ديالو لان عاد تدخلوا عليا البنات او الضيفان. صافي هذيك الساعه ما بقى ليا فين غنصور، مشيت حطيته ليهم صافي ونسيت باش نشارك معكم الشكل النهائي ديال هذا المسمن. المهم راه كلشي باين من الشكل، راه كيبان محمر ومقرمش ومورق من الداخل. المهم البنات ملي تسخن لكم المقله وترميو فيه هذيك المسمنه رشوها بالزيت وقلبوها في البلاصه، لان الا تعطلتوا عليها راه كتقصاح وكيتشرك هذاك المسمن او العجينه مع بعضياتها وما كتحلش كتولي بحال العجينه وحده. المهم هذه كنصيحه، هانتوما تبقاو تقلبوا تقلبوا حتى تحمر المسمنه من الجوانب كامله. وكيف ما شفتوا معايا البنات هذه هي النهايه ديال الفيديو. وكما قلت لكم في الاول ما تبخلوش عليا بلي لايك، اشتركوا معايا في القناه. كما شفتوا القناه راه يلاه باديه مازال محتاجه الدعم ديالكم. وشوفوا لي البنات على مسمن كي داير مورق ومحمر من برا. راه